قافلة الهدى الدعوية. أذكر أنت سألتني عن أول خطبة. أول خطبة خطبتها كنت في تقريبا عمري 16 سنة تقريبا ما شاء الله. وكنت يعني طبعا هي أول خطبة، وبالتالي سيكون عندك نوع من الاضطراب وكذا. ففي أثناء الخطبة كانت في قرية، تعرف اللي يبغى يتعلم الخطابة يخرج إلى بعض القرى وخذ راحتك، يعني العدد قليل وربما يكونون كبار سن وسمعه ضعيف، ما يدري أنت ماذا تقول أصلا. فتكلمت وجئت سقت آية قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. فكنت كاتب الآية من حفظي، فأنا لا أدري هل هي ليضل عن سبيل الله أم ليضل به عن سبيل الله، فقلت أحدهما يعني من حفظي. فقدامي شايب كبير في السن ومن الشيبان القديمين اللي لابس غترة وحط فوقها عمامة إيه يعني شايب أصلي. فلما قلت الآية قال تنحنح، فنظرت إليه فأدخل يده في جيبه وأخرج علبة كبريت. قلت هذا بيشب في المنبر، والمشكلة أنه كان تحت المنبر على طول، يعني ماذا سيفعل؟ فأنا أخطب وعين على الورقة وعين عليه، يعني عود كبريت في المسجد، يعني إيش قصدك؟ وأول خطبة بعد، وأول خطبة وأنا صغير ذيك الأيام ولبشت يعني قديم، فأخرج منه عود. فقلت الله يعيننا اليوم بتصير حريقة. فأدخل العود في أذنه وأخذ يحك أذنه، فدريت أنك لم تسمع ولم أقل يعني فأخذت راحتي يعني بعدها.